السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة مليانة معلومات وقصص ممتعة. معاكم رجب الأسمراني، ودايما قبل ما نبدأ خليني أقول لكم كلمتين. خليك فضولي دايما واسأل عن كل حاجة، لأن المعرفة هي اللي بتفتح لنا أبواب جديدة في الحياة. وقبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة، يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير ومهم جدا، وهو الزلازل والكوارث الطبيعية وتأثيرها المدمر على حياة البشر. الزلازل مش مجرد اهتزاز بيحصل في الأرض وخلاص، لكنه قوة طبيعية رهيبة بتقدر تغير شكل مدن كاملة في ثواني معدودة. تخيل إن الأرض اللي احنا ماشيين عليها يوميا آمنة ومستقرة ممكن في لحظة تتحول لكابوس رهيب يهدد حياة الملايين. الزلازل عبر التاريخ كانت سبب في تدمير حضارات ومحو قرى ومدن كاملة، وبعض الزلازل اتسجلت كواحدة من أبشع الكوارث اللي عرفتها البشرية. في ناس كتير بتفتكر إن الزلزال مجرد اهتزاز صغير بيعدي، لكن الحقيقة إن في زلازل قوتها بتساوي قوة قنبلة نووية ضخمة. يعني في لحظة واحدة ممكن مدينة كاملة تنهار بكل المباني اللي فيها. العلماء بقالهم سنين طويلة بيدرسوا الزلازل وبيحاولوا يفهموا أسبابها عشان يقدروا يتوقعوا حدوثها ويتفادوا أكبر قدر ممكن من الخسائر. لكن للأسف حتى مع التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير جدا، لسه البشرية عاجزة إنها تمنع وقوع الزلازل. كل اللي نقدر نعمله هو إننا نستعد ونبني مباني قوية وننشر الوعي بين الناس عشان يعرفوا يتصرفوا وقت حدوث الزلزال. من أشهر وأخطر الزلازل اللي حصلت في التاريخ كان زلزال كركوك الكبير اللي ضرب العراق. الزلزال ده مش بس كان قوي، لكن كمان كان مأساوي، لأنه سبب خسائر بشرية ومادية فادحة جدا. المدن اتدمرت والمباني انهارت وحياة ناس كتير اتغيرت بالكامل في ثواني. القصة دي بتورينا قد إيه الإنسان ضعيف قدام قوة الطبيعة اللي ممكن تقلب حياته رأسا على عقب. في لحظة خلينا في البداية نفهم إيه هو الزلزال وإيه سببه. الزلزال هو اهتزازات سريعة في الأرض بتحصل نتيجة تحرك الصفائح التكتونية. الأرض مكونة من صفائح ضخمة بتطفو على طبقة منصهرة تحتها، ومع تحرك الصفائح دي بيحصل تصادم أو انزلاق، والحركة دي هي اللي بتولد طاقة ضخمة جدا بتنتشر على شكل اهتزازات، وده اللي بنسميه زلزال. المشكلة إن الزلازل ملهاش ميعاد محدد ومش بنقدر نتوقعها بسهولة. يعني ممكن تحصل في أي وقت سواء الصبح أو بالليل، والكارثة الأكبر إنها بتحصل فجأة من غير إنذار مسبق، وده بيخليها من أخطر الكوارث الطبيعية على الإطلاق. الزلازل بتتراوح قوتها من هزات ضعيفة ممكن ما يحسش بيها الإنسان إلى زلازل قوية جدا ممكن تدمر مدن كاملة. مقياس ريختر هو المقياس اللي العلماء بيستخدموه عشان يقيسوا قوة الزلازل، وكل درجة أعلى في المقياس ده معناها إن قوة الزلزال بتزيد بشكل ضخم جدا. مش مجرد فرق بسيط. في القرن العشرين وال21 حصلت زلازل كارثية اتسببت في مئات الآلاف من الضحايا، لكن زلزال كركوك كان ليه أثر خاص لأنه مس حياة آلاف الأسر وغير شكل مدينة كاملة. الناس فجأة لقت نفسها بلا مأوى ولا أمان ولا استقرار. تخيل إنك تكون قاعد في بيتك آمن وفجأة كل حاجة حواليك تنهار. الزلزال مش بس بيأثر على المباني، لكنه كمان بيأثر على البنية التحتية. يعني الشوارع بتتدمر، الكباري بتنهار، محطات الكهرباء والغاز بتتأثر، وده بيسبب حرائق وانفجارات بعد الزلزال. يعني الكارثة بتكون مضاعفة، انهيار أولي بسبب الهزة وبعدها حرائق ومشاكل في الإنقاذ من الحاجات اللي لازم نعرفها. كمان إن الزلازل ساعات بيجي بعدها تسونامي، وده موجات بحرية عملاقة بتضرب السواحل وتغرق مدن كاملة. يعني مش بس الهزة الأرضية اللي بتكون خطيرة، لكن كمان تبعاتها اللي بتهدد حياة الملايين. الإنسان بطبيعته بيميل إنه ينسى الكوارث بعد ما تعدي، لكن الحقيقة إن الزلازل بتسيب أثر طويل المدى. الناس اللي بتنجو من الزلزال بتعيش في حالة صدمة نفسية صعبة جدا، فقدان الأحباب والأصدقاء، فقدان البيوت، فقدان مصدر الرزق. كل ده بيخلي الحياة بعد الزلزال صعبة قوي ومليانة تحديات. العلماء بيقولوا إن المنطقة اللي اتضربت بالزلزال بتكون معرضة دايما لهزات ارتدادية. يعني بعد الزلزال الكبير ممكن تيجي زلازل صغيرة أو متوسطة تستمر أيام أو أسابيع، وده بيزود خوف الناس ويصعب عملية الإنقاذ والإغاثة. من ناحية تانية الحكومات بتحاول تتعامل مع الكوارث دي عن طريق خطط طوارئ. بيتم تجهيز فرق إنقاذ مدربة، إنشاء مباني مقاومة للهزات، وتوعية الناس بكيفية التصرف وقت الزلزال.
لكن مهما عملنا دايما قوة الطبيعة بتكون أكبر من أي استعداد بشري. ومن المعروف أن الزلازل تعتبر واحدة من أعظم الظواهر الطبيعية التي غيرت وجه الأرض منذ ملايين السنين. فالزلازل ليست مجرد اهتزازات بسيطة في القشرة الأرضية، بل هي قوة هائلة قادرة على إعادة تشكيل الجبال والوديان وتغيير مجرى الأنهار وخلق تضاريس جديدة بالكامل. وعندما ننظر إلى تاريخ البشرية نجد أن الزلازل لعبت دورا كبيرا في حياة الإنسان منذ العصور القديمة. فقد وثقت الحضارات القديمة مثل الحضارة الصينية والحضارة البابلية وحضارة الإغريق الكثير من الأحداث الزلزالية التي أثرت على مدنهم وبلدانهم. وفي العصور القديمة كان الإنسان يفسر الزلازل على أنها غضب من الآلهة أو رسائل غامضة من السماء. وكانت هناك أساطير تقول إن الأرض تستند على مخلوقات ضخمة مثل السلحفاة أو الحوت، وعندما تتحرك هذه المخلوقات يهتز العالم من حولها. لكن مع مرور الوقت وتقدم العلوم بدأت البشرية تفهم أن الزلازل هي نتيجة طبيعية لحركة الصفائح التكتونية التي تغطي سطح الأرض وتشكل القارات والمحيطات. وتتكون الأرض من عدة طبقات أهمها القشرة والوشاح واللب الداخلي واللب الخارجي. وتطفو القشرة الأرضية على طبقة الوشاح شبه السائلة مثل ألواح ضخمة تتحرك ببطء شديد، لكنها عندما تصطدم ببعضها أو تنزلق فوق بعضها البعض يحدث الزلزال. هذه الطاقة المخزنة تنطلق في لحظة واحدة محدثة اهتزازات قوية تنتشر على شكل موجات زلزالية تصل إلى مسافات بعيدة. وفي بعض الحالات يكون الزلزال ضعيفاً لا يكاد يشعر به أحد، وفي أحيان أخرى يكون مدمراً قادراً على هدم مدن كاملة وتشريد الملايين. ومن أبرز الأمثلة على قوة الزلازل التاريخية زلزال لشبونة في البرتغال عام 1755 الذي دمر ثلثي المدينة وتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الناس. وكانت قوته هائلة لدرجة أنه أحدث موجات تسونامي ضربت سواحل إفريقيا وأوروبا وحتى جزر الكاريبي. هذا الزلزال غير مجرى التاريخ الأوروبي وأثر في الفكر الفلسفي والسياسي لتلك الحقبة. فقد بدأ الفلاسفة يتساءلون عن معنى الشر والقدر، وهل الطبيعة يمكن أن تكون قاسية بهذا الشكل دون تدخل بشري؟ ومن الأمثلة أيضاً زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 في الولايات المتحدة، والذي بلغت قوته 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر ودمر معظم أحياء المدينة وتسبب في حرائق هائلة استمرت عدة أيام. هذا الحدث شكل بداية جديدة لمدينة سان فرانسيسكو التي أعيد بناؤها بالكامل وأصبحت فيما بعد واحدة من أهم المدن الاقتصادية في العالم. أما في اليابان فقد شهدت البلاد على مر القرون العديد من الزلازل المدمرة نظراً لموقعها الجغرافي على حزام النار في المحيط الهادئ. ومن أشهر هذه الكوارث زلزال كانتو الكبير عام 1923 الذي تسبب في مقتل أكثر من 100,000 شخص ودمر طوكيو ويوكوهاما بشكل شبه كامل. هذا الزلزال كان نقطة تحول في تاريخ اليابان، حيث أدى إلى تطوير أنظمة إنذار مبكر وقوانين بناء أكثر صرامة لمقاومة الهزات الأرضية. وعندما نتحدث عن الزلازل لا يمكننا أن ننسى الكارثة العظمى في هايتي عام 2010، ذلك الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وضرب العاصمة بورت أو برنس، وتسبب في مقتل ما يقارب 250,000 إنسان وتشريد 1.5 مليون آخرين. لقد كان مشهداً مأساوياً، حيث انهارت البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، وأصبحت البلاد في حالة طوارئ عالمية تدفقت المساعدات الإنسانية من كل مكان. لكن حجم الكارثة كان أكبر بكثير من قدرة أي دولة على استيعابه. وعلى الرغم من كل هذا الألم والمعاناة، فإن الزلازل قدمت للبشرية أيضاً فرصة لفهم كوكبنا بشكل أفضل. فعلم الزلازل أو السيزمولوجي تطور بشكل كبير خلال القرن الماضي بفضل الأجهزة الحديثة مثل السيزموغراف الذي يسجل الموجات الزلزالية بدقة عالية. كما أن الأقمار الصناعية وتقنيات تحديد المواقع ساعدت العلماء على متابعة حركة الصفائح التكتونية وفهم الأنماط المتكررة للزلازل. وبالإضافة إلى ذلك طورت الحكومات خطط طوارئ وإجراءات سلامة لتقليل الخسائر البشرية والمادية عند وقوع الكوارث. ففي اليابان مثلا هناك تدريبات سنوية تشمل المدارس والمستشفيات وحتى الشركات الكبرى، حيث يتعلم الجميع كيفية الإخلاء بسرعة والتجمع في أماكن آمنة. كما أن الأبنية الحديثة أصبحت مجهزة بوسائل امتصاص الصدمات وأنظمة مرنة تجعلها تتحرك مع الزلزال بدلاً من الانهيار. لكن رغم كل هذه الجهود ما زالت الزلازل من أصعب الكوارث الطبيعية التي يصعب التنبؤ بها بشكل دقيق.
فالزلازل قد تحدث في أي وقت دون سابق إنذار، وأحيانا تكون في أماكن لم تشهد نشاطا زلزاليا منذ مئات السنين. ولهذا السبب تبقى الحاجة ماسة دائما إلى مزيد من الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة لمواجهة هذا التحدي الطبيعي المستمر. الزلازل ظاهرة طبيعية قوية، لكنها في نفس الوقت معقدة ومليانة أسرار. هي اهتزازات بتصيب الأرض فجأة بسبب حركة الصفائح التكتونية اللي بتكون قشرة الأرض. الصفائح دي بتتحرك ببطء شديد على مدى ملايين السنين، لكن أحياناً بيتراكم ضغط كبير بينها، وفجأة بيتحرر الضغط ده على شكل طاقة هائلة. والطاقة دي بتنتشر في صورة موجات زلزالية بتوصل لسطح الأرض وبتسبب الاهتزاز اللي بنشعر بيه. الموجات دي ليها أنواع، في موجات أولية سريعة جداً لكنها مش مدمرة، وفي موجات ثانوية أبطأ وبتأثر أكتر، وكمان في موجات سطحية هي اللي بتسبب أكبر نسبة من الخراب لأنها بتأثر مباشرة على المباني والبنية التحتية. وده اللي بيخلي الزلازل أحياناً تعدي بدون خسائر، وأحياناً تسيب وراها كوارث ضخمة. العلماء قدروا يحطوا مقاييس علشان نحدد قوة الزلازل، زي مقياس ريختر اللي بيعتمد على سعة الموجات، وكل درجة فيه معناها إن قوة الزلزال بتزيد 10 أضعاف من اللي قبلها. وفي مقياس ميركالي اللي بيركز على شدة التأثير اللي بيحسه الناس والمباني. أما مقياس العزم الزلزالي فهو أدق لأنه بيعتمد على الطاقة المنبعثة من مركز الزلزال. تأثير الزلازل مش بيقتصر على الهزة بس، في هزات أرضية بسيطة، وفي تمزقات بتشقق الأرض وتكسر الطرق، وكمان في انهيارات أرضية بتسقط جبال وتسد الطرق. ولو حصل الزلزال في البحر بيولد تسونامي بأمواج عملاقة ممكن تضرب السواحل وتغرق مدن كاملة. غير كده ممكن الزلازل تسبب حرائق ضخمة لو حصل تسرب غاز أو انقطاع كهرباء. وكمان في ظاهرة اسمها تسييل التربة بتحصل لما الأرض تفقد صلابتها وتتحول لطين بسبب الزلزال، وده بيخلي المباني تقع حتى لو ما تأثرتش بالهزة نفسها. لكن رغم قوة الزلازل الإنسان قدر يواجهها بطرق كتيرة، أهمها قوانين البناء المقاوم للهزات، زي ما حصل في اليابان اللي عندها ناطحات سحاب بتهتز مع الزلزال بدل ما تنهار. كمان في تعليمات أساسية لازم نتعلمها. لو انت جوه البيت وقت الزلزال اختبئ تحت طاولة أو أي قطعة أثاث قوية، غطي رأسك واستنى لحد ما الهزة تخلص. ما تجريش ناحية السلالم ولا تستخدم الأسانسير. لو انت بره ابتعد عن المباني والأعمدة الكهربائية، ولو انت في عربية وقف في مكان آمن بعيد عن الكباري والأشجار. أما لو حصل واتحصرت تحت الأنقاض، أهم حاجة ما تتحركش كتير، وحاول تغطي فمك وتصدر صوت بأي طريقة علشان فرق الإنقاذ تلاقيك. الزلازل مش هتتوقف لأنها جزء من طبيعة كوكبنا، لكن بالعلم والوعي نقدر نعيش معاها بأمان أكبر. هي فعلا مدمرة، لكنها كمان بتلعب دور مهم في تشكيل سطح الأرض وخلق الجبال وتغيير التضاريس. يعني في النهاية هي جزء من دورة الحياة على الكوكب. في النهاية إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على لايك، وقم بالاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من هذه المواضيع الممتعة على قناتنا، وإلى اللقاء في فيديو آخر.